كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، تفسير الشدوى. استعيذ بالله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بقضاء بصولناخ هجرة بولناخ جهاد بولناخ شداخ نشتاني شدومش ثاني ديل نقاحة تأقى آووا بوبا آوا تش مهاجرون شتلاتش تان غدنش وشا غوشي جارجر نحبو. إن المؤمنين الذين صدقوا في دعوى الإيمان وقضى شيئا دعاء لعبقلين بوبصولناخ وهجروا الديار والأوطان شم مخقعد بتنش حبا في الله ورسوله شيتين وشم مخقعد بتنشا حبا في الله ورسوله الله يجوزت وجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم كسنا طوان بنشا شداخنش ثاني شدومش ثاني لإعزاز دين الله ديل دين حليب ورحمة. وهم المهاجرون وش مهاجرشو الذين هاجروا من مكة هجرة بلو والذين آووهم اشتلاتش أنزلوهم منازلهم توش شيء متي اشلحيتنا شيا شيء تأح شان تسير زان متكل شان مقدوق وبذلوا لهم أموالهم شداخ نشسان دلشا وآثروهم على أنفسهم شيء غول يبرد بجستش بنشا وهم الأنصار وشأنصار شبو. هؤلاء الأبرار هردكناخا من المهاجرين والأنصار وقشين توبنخا بعضهم أولياء بعض يشوش جارجا نعبو في الولاية والحماية والنصرة جارجر لو خضر ياح يغوش ضرب رياح دغوش غدر ياح. وهذه الآية آية المؤاخاة تيست مؤاخاة بوغا شن تغشي وشوردوك كروشي. فقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار اشتا كبرتات منير يالشنو مهاجرش أنصار. فكان إذا مات الأنصاري ورثه أخوه المهاجر تأخ أنصارية تعويلشن وش مهاجر وشنجر إرسيتر. وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري إنا برات بأخوة الدين من الدين عند وشط الوجرالتسا التي كانت أقوى من أخوة النسب جرجل ونس دوشط الوجرالات ودوشط الوجرال درباخ. والذين آمنوا ولم يهاجروا بصل بابوشا هجرة سدين بوناخا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا سيرجر تسعى جرجل ودات شو تارى هجرة دلت. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر تادين يحشوغا غدي غاحا غدا ديغش سانا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أخوخنا خندو هالدوت شوغا شنوغا تصدقا وردوشتونا خندو هالدات غدا مقرداتش والله بما تعملون بصير الله أشداشت قربوشو. أي والذين آمنوا ولم يهاجروا بصل باب وشجرة سدين بوناخا فلا إرث بينكم وبينهم ولا ولاية شنوقعها تعنس لتستوية جرجل ودات حتى يهاجروا من بلد الكفر يشا إشكرست مهكر أربولتسا. وإن طلبوا منكم النصرة تارش بودي غاحا فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم تير مصر شندوهل تان غدا ديزشا لأنهم إخوانكم في الدين هندال شيششو ويجربوا دنيح إلا إذا كان بينكم وبين القوم معاهدة نقعسن شنا تارشين دوهل غدي شين إتناخن دوهل غدي بوشونا خنو راحشو دقا ورداتسح. فلا يجوز نقض عهدهم
تأقتاس دوشتل دقا ودوا مقرداس بنصرهم عليهم بنصرهم عليهم. ونتان دعا الغدرت والله رقيب على أعمالكم أشديد واشتهن شاء خأشوا فلا تخالفوا طاعته وأمره. الله نتع خضرت أمرنا دعا المضول. أشهد تعالى بذكر المهاجرين والأنصار. وقاحا الله هو حقنا مهاجرون أنصار تستخص حقنا على مقردو. وأمر بنصرة المسلم لأخيه المسلم. بصو تقاش بصو باش نغضي الأمر دينا أينما كان وحيثما حل مجحع ولاح. فإن أخوة الإيمان والعقيدة فوق أخوة القرابة والنسب. ألشا ديني عدوشتل وجر الله إذا جرجل ونس دوشتلو وجر الله لقردو إذا. ولذلك كان بينهم التوارث تندر سنوغ عن سلت وقد كانت الهجرة فريضة على المسلمين. هجرة فرد در بوصلشن أخندع في بدء الدعوة الإسلامية إسلاما حلغر دعوة حلغر خين. حتى إن من لم يهاجر منهم تاكشتو تسيرت هجرة تسديشة فقد حرم الولاية والإرث حتى يهاجر. جرجر ونخا نسلسلو يسر دخل وشوليز هجرة دلت. وهذا يدل على مبلغ مكانة الأخوة الإسلامية. هو أكازتنا ستيبنا إسلام دين عدوش الوجه المتكن ستيبن دوغازو حتى وصلت إلى حد التوارث بين المهاجرين والأنصار. تاكشتو إوجه الله قاتشير غوشيتا نسلت ستو ويتشا مهاجرش أنصار شان يقع إتسو الله جوغا وجه در تيدو إز نو إتغيناها إتوارث الله يقول عاقن إزنو لروتيني. ثم ذكر تعالى حكم الأقارب الكفار فقال سبحانه تلدعها الله هو كرست جرجرشني حكم حقنا توبوغا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. كرسنا غوشي جرجرنا هو إلا تفعلوه ونقعسن أشارلر تدع تيست بوصلنا وصل غوشي وجربو كرسنا شو وجرب بات ووشتوهم أشلر تدعها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فتن غدو الدنيا دعها بوق بوخم غربو. أي وأما الكفار فليس بينكم وبينهم صلة. كسنا خا شنوغها كسنا شنوغها تاع سوازيات ولا توارث ولا موالاة. يا إرسي يتردات جرجر الودات حتى ولو كانوا أقارب لكم شو جرجر ناوش بلاح. وهم في الكفر والضلال ملة واحدة. بشش كفر الجعش تلر جعش تعطوبيو لا يتولاهم إلا من كان منهم. شيخ شاسن شاب شيخ جرجر وليد والشبات شاش سنداغ بيشيس جرجل وتسلي وشنابوش. وإن لم تفعلوا ما أمرتم به شن أمر دينجر صدح من تولي المؤمنين وقطع الصلة مع الكافرين. بصل شناس جرجل واليدر كسنا السلسلة دخادر أشهد صدحها تحصل فتنة عظيمة ومفسدة جسيمة دقبة بقبوهم غربو. لأنه يترتب على ذلك قوة الكفار وضعف المسلمين. هند أجسا تنخولا كرسنا نتق خولا تنخ بصر شنغا نزعب الغول تنخ أشليليج. ثم ختم سورة الكريمة بالإشادة بذكر مآثر المهاجرين والأنصار فقال سبحانه وتعالى الله هو الليل من سورة شاق داقنا حق درس خص حق درس مهاجر شي أنصار شي دستو استوشا. الله بوغ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال بصلنا هجرة بنا جهاد بنا دير نقاحا تقا مهاجر شين تلات سرسان غدناش وشا بقل بصلنا بو تانا قنية جاتش در خردو خزا تان دكا رزق خردو تان. أي هؤلاء المؤمنون المهاجرون أصحاب السبق إلى الإسلام. هر مهاجرونش هر مؤمن ناخا الإسلام دنيا حلق باخنشا. والأنصار الأبرار دك أنصار الذين نصروا دين الله دين ودين بولو وآووا إخوانهم المهاجرين شاشبجي مهاجر اشتلات بولو فواسوهم بأموالهم تاقش داخنش ساني سانا غدنش وأسكنوهم في ديارهم شيت أحسن متكلش
هؤلاء هم الكاملون الكامل هم المؤمنون الكاملون حقا هوش بقى قوتش مؤمن نحبو لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة من الوطن هند أجتسار شي إيمان قوتشتنا شي مخكر هجرة ترتسا وبذل المال والنفس لأجل إعزاز الدين تاقشت شي دومش شي داخل العدل ارتسا دين حلق يبدوها له مغفرة لذنوبهم تان جاتشتر خلو تسيرغن وشنا ورزق كريم خز رزق خلو وهو الجنة وما فيها من متاع مقيم يلسمن يوزا تشوع دوشتولو دا امخر دولا نعمة ثاني تشوع دا امخر دولكم نش ثاني والذين آمنوا من بعد سلطع بصل بن شباكنش وهاجروا هجرتنش وجاهدوا معكم شتا جهدنش فأولئك منكم إشا شخبشنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله جرجناخ أولى ببعض في كتاب الله بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تيرخ تعبي شوقا بولي جرجبو ديلا دينشوح تيست بولي جرجناخوش وإن الله بكل شيء عليم الله بقى المصوم خاشو هذا هو الصنف الثالث ثرى قول فيديو قول داغدو قول قناخو قاقين الشا وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى حلغ الهجرة التالتة هجرة النشويشة فحكمهم حكم المؤمنين السابقين تير حكم حلغ إسلام دين شبه كان بولش نيغم حكم دو في الثواب والأجر والنصرة ميل خلال يحي دخ غدر يحي تان غدر يحي على مجدو الحقهم الله هو تان ميل بدر يح تان غدر يح قتحكم دو حلغ دعبان بالبصول شنير سن حكم دو تير بوخو الحقهم تعالى بالسابقين حلق إسلام دين شو بحكين شيخ توخى الله هوشا تفضلا منه سبحانه وكرما شدك البحندوش وترغيبا في الإيمان والهجرة تقيشت بوصل دين شو ناخ بحكي تسيخ ويترحما هجرة سردي ترحما تاني خزديش وهم التابعون لهم بإحسان إشتا دكان استعبازشبو وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة التوبة إشبو التوبة سورة الله وشيخ ألشبو إشا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه حلق إسلام دين شو باكنش مهاجر شخ أنصار شخ سان إعبازش دكانسا الله ريزو تان أشبو الله هنريز وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هردش نشا أي أصحاب القرابات والنسب جرجرناخ أحق بالتوارث من الأجانب بولي حق دوشتو إرسيتسا جرجر واتشلا فيرث الأب ابنه والأخ أخوه تاقا داس شيكين تيجر إرس ويسردو وش يجر ويسردو وهم أحق بالميراث من غيرهم في حكم الله وشرعه يشبول دستو نبوت إرساني كيتشر الله ديل حكم انسا ديل شرع وهذه الآية هر آية ناسخة نسخ ديشتو أنوليروت ديشتو لما كان عليه التوارث بالحلف أنوليرو دو دقا ورخوات وشا خيل يول نسلتستون يردوخوي تيست وجرل ديش يرشو عليه السلام حلق دين دول أمان سنة ناسخ دهرا والأخوة التي آخوا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام إشتا وجرل الله يرشو عليه السلام دين دولو بين المهاجرين والأنصار مهاجرون أنصار شو قاعد يشتغل يا إشت يوشل توارسوي وجرل تاني تاق دقور در تاني خلو تنا أنو ليرون يوارا تويست جرجرشنا أو شيء إرسيس ديزاد قال ابن عباس بن عباس بوخ آخر رسول الله تعالى بين أصحابه يلشنا وجري بنيرة أصحاب الشيخ تعوج وقوق وشواششتا ببرتات بنير تويش يلشنا عليه الصلاة والسلام وورث بعضهم من بعض غوشي إرسيس نير توتاق حتى نزلت هذه الآية هرأت وسط فتركوا الإرث بالأخوة إشتي وجرل تاني دوشتل النسل يسر عدي تلتار وتوارثوا بالنسب والقرابة جرجر لاتاني وجي إرسي أسبيل بلرش وقوله سبحانه إن الله بكل شيء عليم هردش نش أي أحاط بكل شيء علما مسهم علما على تتوى فقد علم مصالح العبد وقررها أدمن عبادي مصالح العباد ليشي
ليش بيدي ديك خيئات العنستنا العهوتنا فورث بالقرابة الدينية أولا إسلام دين عدوشتو جرجل ونس توري سينتو ثم بالقرابة النسبية يو جرجل ونس يوش جرجل ونساني أقاي توري سينتو حسب المصلحة والحكمة الإلهية بيدني حاجن الله هو شيء حكمة حاجن الله شيء حكمة حاجن التي اقتضتها ظروف ذلك الزمان حكمة إذا إسخينها خلي الأبسيات الستوشتيب وتندو حكمة تغل افتتح الله السورة الكريمة هرلير من سورة الله ودولنير بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله تاق دستو استوشيت الشاء جهادا دير نقاح وحكم الغنائم تاق هوانس حكم دوش وختمها بذكر فضائل الهجرة والنصرة تشقد قنا هجرة غدرنا تشن دوزل دوش بصوش نعم ليتناسق البدء مع الختام نتشالك نت أتعقر من نتش نتعتريار حاما وهو ختم للسورة بديع هرخزج وهو سورة كنتشو شقد قردو في أكمل صور الإعجاز البيان إعجاز والبيان أبر قوتش سلتاحا إعجازنا كرسنا ريتشنا توست إعجاز كرسنا سمع دغشي توست أبر خص سلتاح وصلى الله وسلم على من خصه الله بمعجزة القرآن اشت الله والصلاة والسلام ليلة شحق استنوجنا قرآن معجزة ثاني وقجودا ثاني تستيال شوي عليه الصلاة والسلام انتهى تفسير سورة الأنفال أنفال سورة تفسير والعديل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك